السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرجع لحلقتنا الثالثة من عمو أبو خدود ساكاموتو أبو كرش. في قانون بكتاب العائلة إنه يقلع حدا. فجأة بيحكي ساكاموتو، هن بيتفاجئوا إنه ساكاموتو بحياته ما حكى، وهلا بلش يحكي وحكى كتير. تجيهم صدمة للاثنين. بيحمل حاله عمو ساكاموتو بده يطلع من المحل. بيقعدوا هون بيقولوا له ساكاموتو أنت بحياتك ما حكيت، ليه بلشت تحكي هلا؟ بيقول لهم شو يعني مفكريني أنا بس كتلة موتو الثاني. بس ليفوت أخو التوأم لساكاموتو بيقعد ساكاموتو على الكرسي. بس اي واحد منهم صح ما بنعرف. فجأة التاني بيطلع سكينه وبيضرب ساكاموتو، بس ساكاموتو بيكون له بالمرصاد، بيسحب دغري الشفرة وبحطها على رقبته. بما يحط الشفرة داق سحب فرد. يا سلام على الهيبة، الله على الهيبة. اثنين ساكاموتو يا جماعة. هذا الشخص ناجاموتو بيكون صديقه لساكاموتو القديم. طلع على شين اوي بيقعد بيضحك عليهم انه خدعهم. فهن بينجبروا يدعسوا ببطنه ويخلعوه وحده نابورة على راسه نفس سنة. بيتفاجئوا انه ساكاموتو بيقول له انه هو واحد كذاب عمره 27 سنة وقاتل مأجور وبيشتغل كان معي من زمان. بيجي بيحكي له انه على راس ساكاموتو صار ملياريين، بس هن بفكروه كمان عم بيكذب. بس بعدين بيقول لهم لا هذا الحكي صح، وهلا بلشت الاشاعات تطلع عنه بس لسه ما حطوها على الانترنت. فجأة بيجي تبع توصيل البيتزا ساكاموتو. اوي بتنبسط كثير بالبيتزا بدها تاكل، فجعانة البنت. بيجي صاحب البيتزا بيقول له حاسبني. فجأة بيطلع قطعتين بيتزا بده يقطع راسه لناجاموتو. ساكاموتو بيتم قاعد ولا بتفرق معه، ما حدا بيهتم، هديك عم ياكل بيتزا. فجأة ناجاموتو بيقوم وبيخنقه الاصطبع تبع البيتزا هيك، والله وحش هالزلمه ناجاموتو. فجأة قام وبده يقطع راسه، بس عمو ساكاموتو ما بيهون عليه يقتل حدا بالمحل، هي قاعدة العيلة. ناجاموتو بيقول له ساكاموتو انه اكيد ما رح تقدر ما تقتل حدا، يعني لازم تقتل، يعني انه هدول كتير محترفين وكذا. ناجاموتو بيقول له يمكن في قبل كمان حتى نحن نهجم عليك، فيك ما تقتلنا؟ وهن قتلة محترفين، يعني شغلات هيبة هدول. ناجاموتو بياخد صاحب البيتزا وبيروح وسمين ومدعبل وحلو. كيف بدنا نقتل لهالزلمه هو بيكون عارفان انه في كاميرا، بس اتركهم يحكوا ويفكروا شو بدهم يعملوا. بعدين بيسحب الفرد وبيضرب رصاصه عليها وبيدمرها. شوفوا خدوده كيف طالعين يخرب بيته. هون بتبلش مهمة شين اوي. اوي بتسأله شين انه كيف انت فيك تعرف انه في حدا عند فخده. بصير ما عاد يشوفه منيح، بس بيسمع على السمع، مو هو 30 متر بيسمع. بتبلش قصتنا الحلوة. بتذكر شين بالدبدوب الزهري وبيقعد يتخانق مع هون، بس المشكلة انه هذا بيتفاجئ انه كيف عم بيقدر يضربه. شين ببوكسه بوكسه بجننه. فجأة بيحطوا لنا المدرجات، بنلاقي ساكامونتو قاعد وعم بيعطي قاضية، والله شيء دمار دمار.